إيه اللي يخلي لاعب زي مبابي يبقى مرتبه السنوي 31.2 مليون يورو، وواحد زي رونالدو برضه يوصل مرتبه السنوي ل 200 مليون يورو؟ او بالاصح ليه لاعيبه كره القدم اسعارهم غاليه بالشكل ده؟ لو رجعنا بالزمن لورا لحد سنه 1957 في شرق اسيا، كانت تعتبر بدايه المرتبات للاعيبه كره القدم، واللي كان دخلهم السنوي 1600 جنيه استرليني، يعني ما يعادل 99424 جنيه مصري في وقتنا الحالي، وده اقل بكتير من اللي بيكسبوا اللعيبه في وقتنا ده. وعصر الاحتراف بدأ رسميا سنة 1885 لما اتسمح للاعبين انهم ياخدوا اجور مقابل لعبهم. وفي سنة 1938 حصل حدث عمل جدل كبير في العالم كله، وهو صفقة انتقال براين جونز من ويلفرهامبتون إلى أرسنال مقابل 14,000 جنيه، ودي تعتبر من أكبر الصفقات اللي اتعملت في وقتهم ده. ويعد يوم 20 فبراير 1992 هو اليوم العالمي لتغيير مسار الكورة إلى عالم الفلوس. في الوقت ده تم الإعلان عن تأسيس الدوري الإنجليزي الممتاز كشركة تعمل مع الاتحاد الإنجليزي، بعد معاناة الأندية الإنجليزية من ضعف الإمكانيات المادية عشان يبدأوا يدوروا على رعاة للبطولة وعمل تراخيص خاصة لحقوق البث التلفزيوني. ومن هنا بدأت العروض تنزل عليهم زي الرز، وكان أول عروضهم من شبكة سكاي الإنجليزية عرضت مبلغ قيمته 191 مليون جنيه مقابل 5 سنوات لحقوق بث الدوري الممتاز، وده كان أكبر عرض وأضخم كمية فلوس تدفع في رياضة زي كرة القدم. وبعدها تاني في 2007 شبكة سكاي دفعت مبلغ قيمته 1.7 مليار جنيه للحصول على حقوق بث الدوري ل5 سنوات. ودفعت شركة طيران الإمارات 100 مليون جنيه لمدة 15 سنة مقابل تسمية ملعب أرسنال الجديد باسم ملعب الإمارات، ده غير كمية الصفقات اللي اتعملت مع النوادي علشان يحطوا لوجو أو اسم الشركة بتاعتهم على قمصان النادي كدعاية ليهم، وده كله بمقابل مادي ما كانوش يتوقعوه. وبسبب الصفقات دي بدأت الأندية تحصل على مبالغ كبيرة ما كانوش يحلموا بيها، فبدأوا يحسوا إنهم يقدروا يغروا أي لاعب من لاعيبة الأندية التانية ويدفعوا له الفلوس اللي هو عايزها مقابل إنه يتنقل للنادي بتاعهم، وده كله عشان يزود فرص فوزهم، ومن الناحية التانية يزود الإعلانات اللي بتيجي للنادي. ومن هنا بدأ التنافس بين الأندية إن كل واحد عايز يشتري لاعب من أي نادي يدفع له أكبر مبلغ هو عايزه، وكل لاعب بدأ يطلب الأسعار اللي هو عايزها. ومن هنا بدأ التزايد في أسعار لاعيبة كرة القدم عشان يوصلوا للرواتب السنوية الضخمة دي. وبس كده، ما تنساش اللايك والفولو. سلام.